السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية من الصعيد، كشاف ميكروسكوب ب30 جنيه، ب30 جنيه. إضاءة غير عادية. في نفس الوقت بدل ما تروح تشتري لك كشاف ليد يركب على الميكروسكوب تدفع لك فيه 1000 جنيه ولا 1500 جنيه، هو كله ب30 جنيه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك دول 4 ليدات بيركبوهم الشباب الصغير في الموتوسيكلات. الواحد بيتباع ب5 جنيه. ودي كبشة تشتريها وتكسر اليد بتاعتها، اليد بتاعتها ماشي، وتجوفها هنا وتعمل لها، واخد بالك، خرطوم بحيث الخرطوم ما يعورش، تشقه وتلبسه فيها عشان خاطر ما يجرحش الميكروسكوب بتاعها. ماشي. ودي بتتباع عند اي حد من الجماعة بتوع الادوات الكهربائية. عبارة عن مكان تركب فيه سوكت، يعني تركب فيه السوكت بتاع كل اللي هتعمله عشان نوضح. كل واحد فيهم فيه زائد وناقص، زائد وناقص. هتخلي الناقص انت اللي هو السالب هتخليه من جوه، وزي ما انت شايف بالشكل ده كلهم يبقوا من جوه. هتعرفهم ازاي؟ مكتوب عليهم ادي الزائد ها فوقها وادي الناقص تحتها، كلهم كذلك المثل. ماشي. هتركبهم على التوازي مع بعضهم، الناقص في الناقص والزائد في الزائد، يفضلوا اخر اتنين. مش لازم تركب في في دي كوبري، مش لازم تركب في دي كوبري، ركب في الاتنين دول وهيشتغلوا معاك، لان دي تعتبر واخدة يعني الزائد والناقص بتوعها اهم. ماشي. و هيدوك اضاءة جميلة جدا 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 جدا. انا طبعا بصور بايد واحدة ما معيش، ودي الكاوية بتاعتي. ولو عايز تعمل قاعدة كاوية كمان جميلة، ها شايف؟ دي عبارة عن وش موتور مكنسة محروق، وفي نفس الوقت بفكها أنا وبخلي الجزء التحتاني بتاعها قاعد زي ما هو علشان خاطر تبقى تعمل تقل. ماشي. وبتحط عليها الكاوية في منتهى الجمال اللي في الدنيا. ودي بتتباع لوحديها، هتربطها بمسمار في الفتحة اللي من جوه، وردة من تحت ووردة من فوق، ويبقى عندك حامل كاوية في منتهى الجمال اللي في الدنيا. نيجي لموضوع الميكروسكوب بتاعنا، الكشاف الميكروسكوب. كشاف الميكروسكوب اهو زي ما انتم شايفينه. انا هجربه لكم واوريكم الاضاءة بتاعته، بس يسلم ربنا على الموبايل ما يتحركش من الاضاءة. شايفين الاضاءة شكلها ايه؟ حاجة خطيرة. وفي نفس الوقت ب30 جنيه. يد كبشة ب10 جنيه، واربع لدات كل واحد منهم ب5 جنيه. بس تقشرهم كده زي ما قشرتهم انا بالكتر، اهو الكتر اهو، وتعيد عليهم بالقصدير عشان خاطر القصدير بتاع ده شديد ناشف مش هيمسك معاك في الكاوية. تعيد عليهم انت ده بالقصدير بتاعنا اللي هو بنشتغلوا بيه، وتقشر دول بحيث انك انت تطلعهم وتاخد منهم السلك الاحمر هيبقى لا مؤاخذة موجب، والسلك الابيض هيبقى سالب، وتخلي السالب بتاعهم من الداخل علشان خاطر. وفي نفس الوقت تيجي تثبتهم سهلة جدا. تثبتهم بالامير الاول، وبعد ما تثبتهم بالامير الاول تروح لمؤاخذة واخد بال حضرتك حاطط لهم ديفكون. انا لسه ما حطيت لهمش ديفكون، حط لهم ديفكون اللي هو الاتنين في واحد عشان خاطر يعني خليه يبقى ماسك من هنا حته بسيطه وحته بسيطه عشان الشكل الجمالي. المهم تعملهم بانتظام كده وبش يبقى شكلهم حلو كده، ما يبقوش بارزين من بره ويبقى شكلهم وحش، لا كده يبقوا بالشكل الجميل ده اللي انتوا شايفينه. وهيركب ده في نفس في الميكروسكوب،
والكاوتشاية دي هتعمل زي عملية حماية عشان خاطر ما يتجرحش. وده الشكل النهائي، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق. وبدل ما تدفع لك 1500 جنيه ولا 1200، لا، للاستغلال 30 جنيه وتنور ميكروسكوبك ويبقى تمام التمام يا باشا. يلا، مع تحيات جابر شافع، سوهاج. وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات أخرى كثيرة، وعلى قناتي موجود في فيديوهات كثيرة خالص إن شاء الله تعجبكم. ابتكارات من اكتب قناة جابر شافع وادخل، هتلاقي لا مؤاخذة جميع المشاهدات، ميكانيكا والكترونيات وتبريد وتكييف وكل اللي يخطر على بالكم إن شاء الله. وتحياتي من السوهاج لحبايبي في اليوتيوب والتيك توك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابر شافع.